ضيف النهارده انا لو شفته في الشارع في اي مكان في العالم هعرف ان هو مصري، قبل ما اعرف ان هو ممثل مصري، قبل ما اعرف جنسيته، قبل ما اعرف بطاقته واشوف جواز السفر بتاعه، ملامحه بتقدمه وتقول ان هو مصري. احمد عزمي، ازيك يا احمد؟ ازيك يا عمور؟ منورني. منور. احمد، هو انت من فين في مصر؟ انا اساسا يعني الاصل المنيا، بني مزار، وبس يعني الوالد عاش هنا في مصر وتربيت هنا. بس احنا يعني بتبقى زيارات بقى، انت عارف، يا اما بعد الشر في التعازي، يا اما اعياد افراح حاجات. لكن ما عشتش في المنيا خالص؟ اكتر من اسبوع ما اقدرش اقعد يعني. أوكي. مش ما اقدرش اقعد، بس يعني بيبقى عندي حاجات في مصر، شغل، انت عارف بقى ارتباطنا كله بالقاهره على طول يعني. طيب واحمد، هو انت لو لم تكن مصريا لو وددت ان تكون ايه؟ انا عارف ان انت مصريا برضه، بس يعني بفكر في جنسيه تانية انت بتحبها او شعب تاني انت بتحبه يعني. الطليان. انت رحت ايطاليا قبل كده؟ يعني مره بس. هو انا المفروض ان انا ان شاء الله قريب هحصل على الجنسيه الايطاليه كمان، لانه مراتي ايطاليه والجنسيه بتنتقل منها ليا. يعني قدمنا الورق يعني، فالمفروض ان انا هاخد الجنسيه الايطاليه قريب. تمام. احمد، احنا النهارده هنعمل اختبار جنسيه بس المصريه مش الايطاليه، وهسالك 9 اسئله. الهدف منها نعرف هل انت مصري اصلي ولا انت اصلي مصري، بمعنى شخص مجرد اصوله مصريه ومش مركز قوي مع اللي احنا عايشين. هسالك 9 اسئله، لو جاوبت ال6 صح هتبقى اصلي مصري. من 6 ل9 انت مصري اصلي. جاهز؟ جاهز، يا ربنا يستر. السؤال الاولاني، لا هتطلع ان شاء الله. السؤال الاولاني من منطقه الاكل والشرب في مصر. تمام. اذكر استخدام اخر شائع للشاي غير استخدامه كمشروب. انا مره كنت بخلص ورق في حته كده، وبعدين الراجل قال لي، انا كنت لسه بقى صغير ما كنتش افهم الحاجات دي يعني. فقال لي الشاي بتاعي. فنحت له كده شويه، قلت له طب يعني اروح اجيب لحضرتك كوبايه شاي يعني ولا مش ابو فين؟ قال لي يا عم افهم يا عم، الشاي بتاعي. وراح فتح لي الدرج. فما فهمتش. بعد كده فهموني انه الشاي بتاعي اللي هو الاكراميه او الرشوه، او يعني زي ليها كذا مسمى عندنا. احنا بنعرف نسمي الحاجات اصلنا بمسميات مختلفه عشان نعرف نلاقي. ده تسميه مهذبه شويه. ما فيهاش اي احراج. اذا اجابه صحيحه 1-0 لاحمد عزمي. والشاي استخدامه الجديد عندنا هو على سبيل الاكراميه او الرشوه. هل فاكر مصلحه في حياتك وقفت على موضوع الشاي؟ يعني الموضوع ده اليوم دوت قال لي بتعمل ايه وقتها؟ تعالى بكره. كنت بعمل توكيل لشركه ديزني عن عمل. انت عارف هم لما بنيجي نعمل، هم عندهم هناك عشان في امريكا في حاجه اسمها حق الانتفاع للممثل. ده اللي احنا بنحارب عشانه هنا في مصر، انه يبقى الفنان لما بيعمل فيلم وبعد 50 سنه يعجز وكده، بيبقى المفروض ان الفيلم ده ليه عائد من الفيلم طول ما هو شغال، يبقى ليه عائد ولو بنسبه 1%. ده موجود للمؤلف وللمخرج، لكن مش موجود للممثل. فانا كنا ديزني عشان صيع طبعا، فعارفين ان هم عندهم انا اقدر اروح اقول لهم انا عملت لكم فيلم كذا فعايز حق الانتفاع. فبعمل توكيل، لو قريته تموت بالضحك. انا ليس لي حق في اي شيء ولا بالمطالبه باي حاجه ولا اي حاجه، ومالكش حق ان انت تقول ولا تتفرج على الفيلم. طب ما انا عايز شاي على ايه طيب؟ ما كان عايز شاي ليه؟ الراجل عايز عايز اخلص التوكيل ده في يومها عشان اروح اقبض فلوسي. فلقيته بيقول لي الشاي، فانا ما فهمتش. فقال لي طب تعالى لنا بكره بقى. طلعت الشاي؟ تعالى لنا بكره بقى اكون جبت شاي. اوكي يا احمد، 1-0 اذا. ونخش على السؤال الثاني، والسؤال الثاني من منطقه العادات والتقاليد المصريه. عندما ينافق شخص ما اعلى منه مرتبه فيقال عنه انه مساح جوخ او انه بيمسح جوخ. ما هو الجوخ؟ يا نهار اسود. الجوخ اخي تصدق عمرها ما جت في دماغي. انت اكيد احتكيت بناس كتير بتمسح جوخ يعني. ايوه، بس ما فكرتش ما حدش مسح لي بوخي بصراحه. يعني عشان اعرف ما حد مسح لي بوخي نفسه يعني. انما انا يعني متخيلها ممكن تبقى حاجه في الزور، القصبه الهوائيه. كده هيبلعوا الجوخ كده. كده هيبلعوا الجوخ صح. بيمسح له جوخ. ما هو انا حاسسها حاجه في البق. اوكي، اذا النتيجه 1-1. الجوخ هو نوع من الصوف، ونوع من الصوف
بيزودوه بماتيريال بيخلوه انشف شويه من الصوف. الصوف بيبقى طري ناعم شويه، ده بيبقى انشف شويه، بيتعمل منه العبايات، بيتعمل منه القفاطين يعني زمان، فبيمسح الجوخ نوع من الصوف الغالي. يعني كانه بيقعد واحد دينا عرفنا الجوخ هو ايه. طب الحمد لله، عشان اي حد يجي يمسح لي كده اعرف ان هو بيمسح. طب هو ايه المشاهد اللي في حياتنا اليوميه اللي بتحس ان احنا متورطين فيها في حاله النفاق او مسح الجوخ؟ يعني بتحس ده فين؟ بص اقول لك على حاجه. هو انا خصوصا انا عندي النصيحه ديت مهمه جدا. كانت نصيحه من الدكتور يحيى الفخراني، انه قرب الناس اللي يقولوا لك ان انت غلطان اكتر ما تقرب الناس اللي يمسحوا لك جوخ. صحيح. لانه لما بيبقى حواليك ناس كتير بتقول لك انت عظيم، انت حلو، انت جامد، انت مش عارف ايه، ممكن بعد شويه تتجنن، ممكن بعد شويه تصدق فعلا ان انت اجمد واحد. مش حد، ما فيش حد، الكمال لله وحده. صحيح. فكل ما هتقرب منك الناس اللي تقول لك لا انت غلطت في الحته الفلانيه او انت غلطان، امسك فيها. فالناس دي هم دول اكتر ناس صحابي. يعني محمد سلامه دوت اكتر واحد صاحبي، محمود غريب، دول ممثلين زمايلي. بس دي ناس بتخبط فيك على طول، بتقول لك على طول. دول على طول يقولوا لي لا انت كده عديت، انت كده حمار، انت كده غبي، انت ما تاخدش الحاجه ديت. يعني على طول على اتصال بيهم ان انا جالي كذا، طب مش عارف ايه، طب امضي على كام، طب اروح لهم، طب العمل دوري فيه مش عارف قد ايه. فعلى طول بيقولوا لي الحاجه اللي انا ببقى متاكد انها من قلبهم وانها صح. واحد. والسؤال الثالث من منطقه الاكل، هل انت من محبي الكشري؟ جدا. اوكي. طب ما هو الفرق بين الكشري المصري والكشري الدمياطي؟ دمياطي ايه يا عم بس؟ طب خلينا في الفته. اقول لك الفته المصري والفته الاسكندراني. معلش حظك جه في الكشري. طيب يا نهار اسود، انا كده هروح فوق. انا مش من، قلت لك انا من الصعيد مش من دمياط. طب استنى، الكشري بص هقول لك على حاجه. تمام. هو في حاجه، في عنصر مش موجود. تمام. يعني في عنصر من العناصر موافق مش موجود. موافق. يبقى ممكن نشيل ايه؟ ما ينفعش نشيل العدس، نشيل المكرونه، نشيل الرز. كشري الدمياطي يا جدعان. تعمل صديق. طب مفيش اختيارات؟ لا في اختيارات صح. كشري الدمياطي طب هو الكشري المصري ايه؟ رز ومكرونه وعدس وصلصه وتقليه. تمام. دول الاساسيات. هنشيل حاجه اساسيه منهم صح؟ تمام. ممكن نشيل اكتر من حاجه. طيب هيبقى هنشيل الرز والعدس. لا ما نشيلش الرز والعدس، نشيل الصلصه. نشيل الصلصه صح. ونشيل المكرونه. لا العدس. تمام. الرز الصلصه والعدس. اخر انا عايز اجابه، يعني عايز جمله واضحه. هم يعني طب هم حاجتين ولا اكتر من حاجتين؟ كده انا يعني لا طب تمام. هو بس لو قلت كلمتين يعني يبقى حلو قوي. احنا بنشيل الصلصه. تمام. وبنشيل اللي ينفع يتشال في الكشري، بس انا ما ينفعش حاجه عندي تتشال في الكشري. الضمايطه بيشيلوا بقى، انت عارف الضمايطه شطار فبيعرفوا يشيلوا. طيب هو هل هو الكشري ابو عدس اصفر؟ صحيح. اللي هو يبقى هو رز وعدس اصفر. طيب اهو. طيب ما تمام اهو. صح. بس صح. الحمد لله. طب انا ده بعمله، ده بعمله حلو جدا. اذا 2-1 صحيح. انت جربت قبل كده؟ حط اضافات. طب ايه الاضافه اللي بتبقى مع الكشري الدمياطي اللي هو رز وعدس اصفر بس؟ لا ممكن تحط. بص انا كنا ساعات بناكله مع بيض وبيض مسلوق. مصري اصلي. 2-1 لاحمد عزمي. ونكمل مع بعض بعد الفاصل. 2-1 لاحمد عزمي. وداخلين على السؤال الرابع، والسؤال الرابع من المنطقه الفرعونيه. تمام. من الثابت تاريخيا ان هناك 3 محاولات لبناء هرم قبل الهرم الاكبر. تمام. قول لي 3 محاولات دول كانوا فين والنتيجه كانت ايه؟ يا جدع انت فين؟ انا اصحابك. هقولها لك بالبلدي كده. احنا عندنا اهرامات تانية غير الاهرامات ال3. عندنا هرم مسقره. تمام. ادي واحد. وعندنا هرم سنفرو اللي اسمه ايه؟ اللي هو سنفرو فين؟ طب فين؟ بلاش اسمه ايه؟ هو اسمه هرم سنفرو، ده اسم التاريخي بتاعه. فين بقى؟ في الجنوب. اعتقد في ناحيه الاقصر واسوان كده. لا في الجيزه يعني جنب الاهرامات بتاعت الجيزه، قبليها بشويه يعني. ماشي اوكي. الهرم المدرج. ايوه. تمام. اللي هو هرم سقارة. تمام. وهرم سنفرو. هرم سنفرو ده هل هو هرم ميدوم لبني سويف ولا غيره؟ ممكن. هو. تمام. فاضل واحد كمان. هرم في هرم كده
انا عارف شكله بس الاسم مش حاضرني. هو برضو حوالين كده برضو منطقه الاهرامات، اسمه هرم، لا مش حاضرني. انت بتقول حاجه صحيحه بس انت ناقصك الاسم، ان هو مش معروف. الهرم مش هو مش مدرج، ما مدرج، تعرفوش. هو مش مدرج، هو هرم، لا انا مش عارف. اوكي مش عارف. 2-2 تمام. لا بس انا قلت 2 والله. ما اصل لازم تقول 3، ما ينفعش هتدرج على 3. طب قول لي الثالث. الهرم الثالث اللي انت قلته مظبوط، ان هو في منطقه قريبه من الجيزه واسمه الهرم الاحمر. الهرم الاحمر. وده ناس كتير ما تعرفوش. المشكله الوحيده في الهرم الاحمر ده ان هم بعد ما وصلوا تقريبا لتلتينه ما عرفوش يعني يرموا السقف بتاعه، ما عرفوش يعملوا النهايه بتاعته بالشكل يرضي الملك، فسابوه تقريبا تلتين هرم. طب هو ايه اللي على الجيل الفرعوني بتاعنا وقع في السكه من 7000 سنه لحد النهارده؟ يعني ايه اللي وقع من جيل الفرعوني اللي هو اللي عمل الهرم واحنا مش عارفين نعمل 30 كيلو ونرصفهم على المحور؟ يعني ايه اللي وقع في النص؟ ما تخليش الناس تزعل مننا. لا احنا لسه وقع مننا احنا، انا وانت، سيبك من الناس، انا وانت. الضمير. الضمير زمان كانت كل حاجه بتعمل بضمير، كانوا الناس بتبقى عايزه تعمل حاجه. وحتى على فكره لحد وقت قريب، يعني انت لو بصيت على المباني، المعمار اللي كان موجود ايام ملك والمعمار اللي احنا وصلنا له دلوقتي، هتلاقي اختلاف رهيب. تلاقي فجأة عمارة لونها فوشيا، فجأة عمارة لونها جنبها عمارة لونها اخضر زهري. كان في تناسق كده. انت دخلت كده في الذوق كمان، يعني مش ضميره بس والذوق كان في اتفاق عام على انه ان احنا عايزين نعمل للقاهرة شكل جميل او للبلد شكل جميل. المنيا على فكرة دلوقتي لما رحت المنيا اخر مرة، المنيا فعلا عاملين فيها كده. المنيا معمول كل حاجة فيها بضمير. المنيا يمكن من اكتر البلاد اللي في الصعيد سياحيا مريحة جدا. 2-2. والسؤال اللي جاي في كرة القدم، وارجوك قول لي انك انت ليك في كرة القدم. الحمد لله، ربنا يستر.